5 علامات. لو فيك علامة منهم فلازم تراجع نفسك كويس قوي. عارف ليه؟ لان معناها ان انت على طريق غضب الله سبحانه وتعالى. ولو العلامة الاخيرة فيك بالذات يبقى انت وصلت للنهاية. ما تصلوا على الحبيب. اول علامة لو انت ما بتدعيش ربنا او ما بتعرفش تدعي. خد بالك ان الدعاء ده في حد ذاته توفيق من الله سبحانه وتعالى. فلو ربنا ربط لسانك او وقف لسانك عن الدعاء فمعناه ان ربنا لا يريدك، لا يريد ان يعطيك، ولا يريد ان يصرف همك، ولا يريد ان ييسر امرك. وعلشان كده لازم تراجع نفسك كويس قوي في اللحظة دي. خلي بالك متى اطلق لسانك بالطلب والدعاء فاعلم انه يحبك وانه يريد ان يعطيك. واللي بيدعي ربنا باستفاضة وبكثرة حتى لو هو ظانن ان ربنا ما استجابلوش يشكر ربنا على النعمة دي، لان معناها ان ربنا راضي عنه. صليتوا على الحبيب؟ طيب اسمع كده ربنا في القرآن يقول ايه؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ربنا جعل الدعاء لوحده عبادة مستقلة بذاتها. روح على العلامة التانية علشان الفيديو ما يبقاش طويل عليك. العلامة التانية لو دفنت ميت او شيعت جنازة او صليت على جنازة او بلغك واحد من اصحابك او الانتيم بتاعك او واحد قريب منك قوي او من اهلك مات وانت ما تحركتش. عادي، ما كل يوم بندفن ميت يا عم الشيخ، كبر دماغك. عارف معنى كده ايه؟ معنى كده سامحني ان قلبك قسي. معنى كده ان انت خلاص ما عادش فيك امل او داخل على مرحلة ان ربنا يطردك من رحمته. فحذر، لانك لو عايز تعرف اذا كنت لسه فيك امل وربنا راضي عنك فاول ما تسمع الموت تترعب، واول ما تسمع الموت او هادم اللذات او ملك الموت لابد وان تراجع نفسك، ما تنامش الليل. فمعنى كده ان انت في حالة خطيرة جدا، انت داخل على مرحلة صعبة جدا. خد العلامة الثالثة. العلامة الثالثة لو انت سمعت الشيخ سواء في اسوان، سواء في الراديو، سواء في قناة في القرآن الكريم، سواء بتصلي بيذكر آية من آيات الجنة والنار وانت ما ارتعبتش وعينك ما دمعتش، فخلي بالك انت داخل على مصيبة. عارف ليه؟ لان معنى كده ان انت سامحني ما بقتش حاجة تأثر فيك. ومن لم يكفيه القرآن واعظا فالنار تكفيه. تخيل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، تشيبه صور اللي هي ذكر فيها العذاب وذكر فيها قصص الأنبياء وذكر فيها الجنة والنار، اللي هي شيبتني هود وأخواتها، الواقعة والحاقة، الصور اللي فيها أهوال يوم القيامة. أروح بيك للعلامة الرابعة، وإن أنت يبقى كل همك الناس. ها أخبار الفيديو إيه؟ الناس كويسين؟ مدحوه؟ تمام. ها الناس هجموه؟ لا. هو أنت شغال عشان مين؟ عشان الناس ولا عشان ربنا؟ اصلا انا مش عايز اوصل رحم فلان علشان فلان ما بيوصلنيش. طيب انت بترد له العمل بتاعه ولا انت بتنفذ امر ربنا سبحانه وتعالى؟ اصلا انا مش هدي فلان علشان ما بينزليش من زور. هو انت بتتعامل مع مين؟ مع الناس ولا مع رب الناس؟ اخر علامة ويؤسفني اقول لك لو هي فيك يبقى انت وصلت للنهاية، وصلت للنهاية في حياة نفسك، ومعنى كده ان ربنا غاضب عليك. عارف ايه هي؟ لما حد يجي يذكرك بالله ويقول لك انت غلطان او ارجع او انت على طريق الغلط فتزعل وتقول له خلي بالك الكلام ده ما ينفعش وانا كويس، وتفضل تجادل وتناقش. عارف ليه؟ لان سيدنا عمر رضوان الله عليه وارضاه كان عيل صغير يقول لهم انا ابكي لكم امير المؤمنين. يبكي ازاي؟ وقفوا له يا عمر اتق الله. فسيدنا عمر ينحني ويبكي بمثابة أن تقال له اتق الله، اللي انت بترفضها واللي انت مش حبيبها واللي انت أصلا ما بتتقبلهاش، واللي ربنا حذر من المصير ده في القرآن فقال وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم
فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ايوه انت اللي بتتفرج على الفيديو من غير ما تزعل مني، ما مراتك بتقول لك صلي فتقول خليكي في نفسك انت يا ست الشيخه.